السلام عليكم. النهاردة هشارككم معايا رحلتي للعمرة، أحلى رحلة ممكن تعمليها في حياتك. شعور جميل جدا ومش قادرة أوصف لكم الفرحة اللي أنا كنت فيها، وهقول لكم تاخدي ايه معاكي وتعملي العمرة ازاي. تابع الفيديو. دلوقتي أنا في المطار، ودلوقتي أنا يعني في اتجاه ان أنا أركب طيارة. أول حاجة بتعمليها بتاخدي معاكي في الشنطة الحاجات اللي انتي هتحتاجيها، مثلا العلاج بتاعك اول حاجة. وبتاخدي معاكي مثلا 3 عبايات واللبس اللي انت هتلبسيه، وهتاخدي معاكي مصلية لان في اماكن ما بيكونش فيها مصليات في فنادق، فانت تاخدي معاكي المصلية عشان لو رحتي هناك تصلي عليها. وكمان تاخدي معاكي مستلزماتك الشخصية، يعني في حاجات يعني لو انت هتقعدي في فندق ممكن ما تاخديش الشامبو والصابون والكلام ده. لكن لو هتروحي مثلا في سكن هتاخدي معاكي شامبو وصابون. دلوقتي الطيارة طلعت، عايزة اقول لكم يعني انا بخاف من الطيارات. فدلوقتي الطيارة في اتجاه الوصول الى مكة. عايزة اقولك احساس جميل جدا وحاجة جميلة جدا. وطبعا قبل ما تروحي في ناس بتنوي العمرة، بتصلي ركعتين وبتقولي لبيك اللهم عمرة، وما تحطيش اي حاجة معطر، مثلا برفان، اي حاجة. وتخلي بالك عشان ما يقعش منك شعر، عشان العمرة بتاعتك تبقى سليمة. فما تحطيش اي عطر ولا تحطي برفانات او مزيل عرق او اي حاجة. دلوقتي انا في الطريق لمكة. وبالنسبة للمرأة بتلبس ما تشاء من الثياب، بس ما يكونش فيه تبرج او زينة. بالنسبة للرجال بيلبسوا ملابس الإحرام اللي هي البيضة. وبعد كده زي ما قلت لكم بنقول لبيك اللهم لبيك اللهم عمرة. وبنقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بنفضل نقول كده لحد ما نوصل ونستغفر ونذكر ربنا لحد ما نوصل مكة. وطبعا كلنا عارفين لبس الإحرام الرجال اللي هو ما بيكونش فيه أي زراير، وبيكون لونه أبيض. المرأة في مرأة بتلبس مثلا اسود، في بيلبسوا ابيض، على حسب كل حد. بس اهم حاجة اللبس ما يكونش في اي حاجة ضيقة، يكون واسع. يعني عباية مثلا ضيقة لا، تكون واسعة. ودلوقتي انا في الطريق لمكة. وطبعا كنت متشوقة جدا ان انا اشوف طبعا الكعبة. قعدت شوية كده على بال ما طبعا وصلنا. ده الطريق اللي بيودي على مكة. وطبعا في الوقت ده بتقعدي تستغفري وتذكري ربنا، وتقولي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ودلوقتي احنا قربنا، وفي باصات كده اهي هنركبها وهتودينا على مكة ان شاء الله. دلوقتي احنا جنب الحرم. عايزه اقولك يعني احساس جميل جدا. وده شكل الحرم من بره. وكان الجو كويس، يعني ما كانش حر وما كانش ساقعة، بس هو كان مطر بالليل. وده الباب اللي هنخش منه. طبعا انا اول ما جيت في الاول ما كنتش عارفة يعني احنا البيبان، بس بعد كده عرفت. وحاجة برضو لازم تعرفيها ان انت تحفظي الباب اللي انت دخلتي منه عشان تطلعي منه، علشان ممكن تتوهي. فانت لازم تحفظي الباب اللي انت دخلتي منه تطلعي منه، علشان في كذا باب، وكل باب بيطلعك على مكان مختلف. فتحفظي المكان اللي انت دخلتي منه. وهنا اهو ده باب 79.
وحاجة مهمة عايزة اقولها لك، 4 حاجات مهمة لازم تاخديهم معاكي. المج الحراري، ممكن لازم تاخديه معاكي علشان تحطي فيه مثلا اي حاجة عايزة تشربيها. ولازم شنطة ظهر تاخديها معاكي من مصر او تشتريها من هناك لو انت ما خدتيهاش. ولازم كمان تجيبي معاكي شبشب. وكمان هتاخدي معاكي مصحف. انا ما خدتش مصحف، ممكن تحملي برنامج المصحف من جوجل. وهناك في الكعبة في مصاحف ممكن تقرأي فيها. انا قرأت في المصاحف اللي في الكعبة وكنت محملة البرنامج. وده باب الملك فهد، باب 79. ده باب العمرة، دخلت منه. اول حاجة بندخل من الباب ده. بعد كده بيدخلنا على الجامع. ومن الجامع بندخل على الكعبة. في سلم بينزلك تحت، بتنزلي على آم، صحن الكعبة. دلوقتي بصي في حتة باينة اهي من الكعبة، جزء باين اهو. دي اول حتة انا شفتها، بس لسه دلوقتي برضو انا في الطريق بيبان جزء من الكعبة. وفي الجامع هنا وانت داخله بصي في الجنب في مصاحف. ممكن بتاخدي اي مصحف فيهم تقرأي في المصحف ده وبتسيبيه تاني. يعني طول ما انت قاعده بتقرأي في المصحف اللي هناك وبتسيبيه، ما بتاخديهوش معاكي. اما لو انت جايبه معاكي مصحف من البيت بتاخديه معاكي. لكن المصاحف دي انت تقرأي فيها هناك وبتسيبيها. انا سمعت ان ممكن تاخدي مصحف، بس معرفش ازاي يعني الحرم بيدي مصاحف هدية، بس معرفش بقى يعني ازاي الطريقة. وهنا كانوا بيجهزوا لماء زمزم، لان احنا كنا في رمضان. وبصي الكعبة هناك اهي. ودلوقتي نزلنا للكعبة، صحن الكعبة. وفي دورين للطواف، يعني اللي مش عايز يطوف من تحت ممكن تطوفي من فوق. في دورين تانيين عشان الزحمة. وكمان ساعات بيكون الجو حر جدا. الدورين اللي فوق بيكونوا فيهم مراوح، غير اللي تحت بيبقى حر شوية لو في أطفال مثلا. أنا الحمد لله كان الجو كويس وطفنا من تحت. وعايزة أقولك بتبتدي الطواف من العلامة، هوريهالك دلوقتي. العلامة الخضراء ده كنا بنصلي هنا صلاة العصر. هوريكي العلامة اللي بتبدأي منها الطواف. في علامة خضراء اهي، في علامة خضراء فوق، علامتين. بتبتدي من اول هنا كده من عند الحجر الاسود، وبتقولي بسم الله الله اكبر، وابتدائي اي دعاء انتي عايزة تدعيه. وبتطوفي 7 اشواط. وممكن تدعي اي دعاء وبتقولي ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ممكن تدعي اي دعاء انت عايزة تدعيه. اي دعاء انت عايزة تدعيه ممكن تدعيه وانت بتطوفي ال7 اشواط. والعلامة الخضراء اللي فاتت دي يعني 3 علامات. ده حجر سيدنا ابراهيم. ولو عرفتي توصلي للحجر الاسود بتقبلي الحجر الاسود. ومفيش للطواف والسعي ذكر واجب مخصوص، ممكن تدعي بدعاء اللي انت عايزاه. بعد كده بعد ما بتطوفي حوالين الكعبة 7 طوفات بتطلعي للسعي من الصفا والمروة. دلوقتي احنا رايحين في السعي. بتطلعي من باب السعي. وهنا طالعين للسعي. وبرضو ممكن تدعي بالدعاء
هتطلعي في السعي، وهنا الرجال بتجري في العلامة الخضراء دي، لكن النساء لا، الرجال بس هي اللي بتجري عند العلامة الخضراء اللي فوق دي، عند النور الاخضر اللي فوق ده. الرجال بيجروا زي ما انتوا شايفين كده، لكن النساء بتمشي عادي. وبتقولي ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، ومن يتطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وهنا ماء زمزم، تشربي ماء زمزم، ممكن تتوضي برضو، هنا ماء زمزم. وبعد كده بتكملي برضو بتكملي السعي، وبتسعي في الصفا والمروة لحد ما تخلصي العمرة. وبكده دي اخر خطوة ممكن تعمليها، وبكده تكوني انت خلصتي العمرة بتاعتك. والرجال بيحلقوا شعرهم، اما النساء بيقصوا من طراطيف الشعر جزء من الشعر. وممكن انتي تجيبي معاكي مقص، وتبقي بعد ما تخلصي تقصي شعرك، وبكده تكوني اتممت العمرة، ويباح ليكي كل شيء محظور في الاحرام. هنسمع الاذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وهنا ما شاء الله ده الحجر الاسود، ده اخويا هو اللي مصوره في العمرة بتاعته. انا ما شفتوش لانه كنت في رمضان، ورمضان كان زحمة جدا، فصعب ان انا كنت اشوف يعني اوصل للكعبة، او اشوف الحجر الاسود. ومن الحاجات المحظورة يحرم على المرأة ان تلبس القفازين او الجوانتي، اللي هو الجوانتي او النقاب، او اي حاجة على وجهها في العمرة. ويحرم على الرجال انهم يلبسوا اي حاجة فيها خيط متخيطة. بيلبسوا لبس الاحرام الابيض زي ما انتوا شايفين كده، وده بيتباع، ممكن تشتروه من التوحيد والنور، موجود يعني. وكمان من الحاجات الجايزة ان انت تلبسي النعلين اللي هما ممكن تلبسي الحذاء الشبشب يعني، والخاتم والنضارة اللي هي نضارة الشمس، لان الجو بيبقى شمس جدا. وممكن تلبسي ساعة عادي، او تلبسي الشنطة اللي هتحطي فيها المستلزمات بتاعتك زي ما قلتلك واحتياجاتك. الشنطة دي لازم تاخديها معاكي، علشان بتحطي فيها كل الحاجات اللي انت هتحتاجيها، لان ممكن يكون المسافة ما بين الحرم وما بين الفندق بعيد، فانت بتحطي فيها مثلا مية، او تحطي فيها المستلزمات بتاعتك، او حاجة مثلا هتاكليها، لان هناك طبعا بيكون ما بتكونيش انتي عارفة تطلعي منين وترجعي تطلعي تاني،
لازم تاخدي معاكي كل الحاجات اللي انت محتاجاها. ولازم برضو تخلي بالك وانت بتطوفي ان انت تعدي ال7 اشواط وما تتلخبطيش، تعديهم، وتبتدي زي ما قلتلك من العلامة الخضراء، من عند برضو الحجر الاسود. ولما بتروحي عند الحجر الاسود بترفعي ايدك، ايدك اليمين وبتقولي بسم الله الله اكبر. كل الناس بترفع ايدها عند الحجر الاسود اللي هو الجنب ده، اللي هو عند الباب، في جنب كده، في الجنب بتقولي بسم الله الله اكبر. وبعد كده وزي ما قلتلك مش لازم تقبلي الحجر الاسود لو هو بعيد عنك، زي ما هو كان بعيد عني كده في رمضان، يعني ما كانش ينفع ان انا اوصله. وما ينفعش ان انتي تتزحمي وتزقي علشان تدخلي. يكفي ان انتي تشاوري عليه من بعيد وتكبري تقولي الله اكبر. مش لازم ان انتي تزحمي وتدخلي، لان حرام ان انتي تزقي وتدخلي. وتخلي بالك ان ما يقعش من شعرك حاجة، ولا تقصي اي حاجة من ضوافرك، ولو وقع حاجة بدون قصد مفيش اسم عليك يعني. ويخلي بالك برضو ان مفيش تطيب هناك، يعني ما تحطيش اي برفان او شيء معطر. ممكن تاخدي طعام لو في رمضان. وبصي اهو الحجر الاسود ما شاء الله. ومن المنكرات طواف المرأة بالزينة، يعني لازم ما تكونيش حاطه اي حاجه خالص، وتكوني لابسه شيء يعني عباية واسعة، ما يكونش فيها اي حاجة ولا حزام ولا اي حاجة. بعد كده اذكروا انكم في رحلة مباركة تقوم على توحيد الله والاخلاص له وتلبية دعواته وطاعاته، رجاء ثوابه سبحانه وطاعته لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفيديو ده كله عن العمرة. إن شاء الله هنزل لكم الفيديو رحلتي للمدينة والمسجد النبوي والروضة الشريفة. شوفوا إن شاء الله الفيديو التاني. وزي ما قلت لكم ممكن تدعي أي دعاء انتي عايزة تدعيه، ويفضل ان انتي يكون معاكي كتاب للأدعية برضو، ولو انتي حافظة دعاء ممكن تقوليه. وطبعا لو في كتاب للأدعية هيبقى كويس عشان تقرأي منه وانتي بتطوفي عادي مفيش مشكلة. نحمد الله أن وفقنا لزيارة بيته، ونسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويضاعف لنا ولكم الثواب، ويرزقكم جميعا زيارة الكعبة. وتجنبوا الرفث والفسوق والجدال، تجنبوا اي حاجة من دي في العمرة. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. وبكده اكون خلصت الفيديو، يا رب يكون افدتكم واستفدتوا مني بحاجة في الفيديو. وكمان عايزة اقول في الختام نسأل الله الجميع سعيا مشكورا وعملا صالحا متقبلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في جزء تاني، في جزء تاني من الفيديو، جزء اللي هو المدينة والمسجد النبوي. لو عايزين تشوفوها حطوا لكم في صندوق الوصف. كده اكون خلصت الفيديو. ممكن تتابعوه، يعني الفيديو ما فيهوش كلام، بس في الكعبة ممكن تتفرجوا عليه. مع السلامة.
by